أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة ونصحت الأمة وتركتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أو مشرك. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت ومن اتبعك بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أظلتنا في هذه الأيام أيام غفل عنها الكثيرون، وإن ذكروها باللسان، وإن وقتوا أزمانهم وقالوا جاءت الأيام العشر. معرفة عظم هذه الأيام غفل عنها الكثيرون، وإن قالوا عنها أياما فضيلة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا الأيام العشر من ذي الحجة. يا رسول الله، في العام كله هذه أيام فضلى أفضل من رمضان، من أيام رمضان الأخيرة. هكذا هو النص: خير أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، أحب الروايات أحب أيام الدنيا. هل تعلمون لماذا هي فضيلة؟ لماذا هي فضلى؟ لماذا هي عظيمة؟ لأن هناك أحداثا عظيمة جرت فيها، فلا يقدر هذه الأيام إلا من عرف فضل وعظم الأحداث التي جرت فيها. أقسم الله عز وجل بهذه الأيام والليالي لأن مجريات في التاريخ حدثت عظيمة، ثم أقسم بالسورة التي تليها بالأماكن الفضلى التي جرت فيها أحداث، حين قال: والتين والزيتون، أرض التين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أرض التين والزيتون، أرض البركة فلسطين، أرض رسالة إبراهيم حيث نبئ هناك، فأقسم الله عز وجل بالمكان، وأقسم بطور سينين برسالة موسى، وأقسم بالبلد الأمين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان بناء على هذه الرسالات في أحسن تقويم. لكن للأسف هو انتكس، فقال: ثم رددناه أسفل سافلين. رددناه بناء على اختياره لا جبرا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى يا رب، أنت أحكم الحاكمين ولا حكيم سواك. في هذه السورة أقسم الله بالأماكن التي نزل فيها الوحي، وفي سورة الفجر ذكر الله عز وجل أحداثا عظيمة حدثت مع موسى عليه السلام، مع إبراهيم عليه السلام، ثم كانت أحداث رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله في بداية السورة مع أنها سورة مكية، ولكن ذكر الله أيام ذي الحجة وأيام الحج ليستشعرها المسلم ويتربى عليها وهو في مكة فيعظمها، فيبقى التعظيم لها إلى يوم الدين. لذلك نحن نحتفي بها بالطاعات والتقرب إلى الله أكثر وأكثر. من كان عاصيا فليتب. لك أعظم أعمال تقوم فيها أيها المسلم في هذه الأيام العظيمة، وأقول إن قدرت هذه الأيام، إن عظمتها، أقسم الله بها، إن عظمتها، أعظم عمل تقوم فيه التوبة، أن تتوب إلى الله. لأن ممكن أصوم وأنا مقيم على معصية، ممكن أصوم وأنا في قلبي كبر مثلا، ممكن أصوم وأنا معصور بعنصرية مثلا، شفت حال، معي فلوس، معي عيلة، معي كذا، معي منصب، وتصوم. لذلك جذر المشكلة من بدايتها الباب الذي تلج فيه لرضا الله عز وجل بأن ترضيه في هذه الأيام أعظم عمل التوبة. تب إلى الله، وضع المرايا أمامك، مراياك هي القرآن، افهم القرآن. نحن مقصرون مع القرآن يا إخواني. كيف أعرف ذنبي وأنا لا أفهم كتاب ربي؟ كيف أتخلص من نفاق في وأنا لا أعلم ما هي صفات المنافقين؟ النفاق فيروس، مرض يبتلى فيه الجميع، فمنهم من يتخلص منه ومنهم من ينمو عنده النفاق فيستحيل منافقا خالصا وهو لا يدري. كثير من المنافقين لا يعلم أنه منافق، يكون بين ظهرانينا ولا يعلم أن فيه نفاق، ولا يعلم أن فيه خصل نفاق. لماذا؟ لأنه في غربة عن كتاب الله، يقرأه قراءة جريدة، ويا ريت حتى جريدة، قراءة نثر الدقل بنق تنقاية، إنه أنهيت جزء، أنهيت ربع، أنهيت صفحة، ثم يعيش في وهم مريح مرتاح إنه قرأ القرآن، خلصت ربع، خلصت جزء، وبقرأ صفحتين 3 وبصلي. لكن هل القرآن عندك منهاج حياة؟ لأنه في هذه الأيام يا إخواني التي نحتفي بها هي الأيام التي واعد الله موسى لتلقي الوحي والمنهج، ووعدنا موسى 40 ليلة فتم ميقات ربك 30 ليلة وأتممناها ب10، 30 ذو القعدة و10 ذو الحجة. لماذا هذه الأيام كانت عظيمة؟ لأن فيها تلقي المنهج، مش تلقي كتاب نقرأه في المناسبات، وإن قرأناه في أيامنا كعادة. من منا وقف على آية يوما أو يومين تدبرها؟ والله أفضل من أن تقرأ القرآن كامل وأنت مش فاهمه. قف على آية، نصف سورة، ربع سورة قصيرة، تدبرها. هذا هو منهج الصحابة، مش هنألف. كانوا يعملوا احتفال، احنا أحسن من عمر الخطاب ولا أحسن من أولاده ابن عمر؟ بعد 8 سنوات ختم البقرة، 8 سنوات فهمها وتدبرها وأولم، جاب ذبائح وذبح. أعظم عمل، أعظم مناسبة قام بها إنه فهم البقرة،
ما بالنا نحن نقرأ سريعا ولا نفهم، نتجاوز آيات كثيرة تتحدث عني شخصيا في الآية، ثم أتجاوزها وكأني لا يعنيني. من أعظم الأعمال التي تقوم بها أن تتوب إلى الله، ترجع. كيف ترجع؟ من أين ترجع؟ من كتاب الله. افهم كتاب الله. ثم الذكر، من الأعمال العظيمة أن تتذكر، ذكرك لله عز وجل، فيبدأ اللسان يذكر فإذا بالقلب ينفعل. هذه مرحلة. هناك مرحلة للذكر أعظم، وهي أن يذكر القلب الله، فإذا باللسان يذكر الله من حيث لا يعلم. من الذي تفاعل مع من؟ في المرحلة الأولى للذكر، المرحلة الابتدائية، اللسان يذكر فينفعل القلب. في المرحلة الأعظم، المرحلة الثانية، القلب يذكر ثم ينفعل اللسان. وما أعظم المرحلة التي تليها، أن ينعكس هذا الذكر على أركاني، على يدي وعيني وقدمي وسمعي وبصري وقلبي ومعاملاتي مع الناس. الذكر اللي لولا الذكر تهنا. قال الله عن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. يا رب أركض. طب ما أنت بتقول لي، النبي بيقول لي إذا ذهبتم إلى الصلاة فاذهبوا بسكينة ووقار، بهدوء. اشمعنى صلاة الجمعة فيها سعي؟ يعني السعي أعلى من المشي، تهز كتافك وانت ماشي، لأنه في ذكر الله. بدك تسمع ذكر الله، بدك تسمع منهج الله. هناك من يتكلم معك على المنبر لا للتسلية. بدنا إما أن تكون سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا، ما في بينهم. في بينهم لكن بتنفذ على مين؟ سمعنا وعصينا. في سمعنا وسمعنا، نيجي نسمع. أسأل الله أن نكون محشومين في هذا المكان من هذا الكلام. سمعنا وإيه؟ سمعنا. أنا من هون يلا كل واحد يقيس حاله. سمعنا واستمتعنا. قلنا شو خطبة؟ يأس من الآخر، شيخنا خطب له خطبة حلوة. طب بعدين احنا جايين نستعرض ولا جايين عيادة نفسية ارتاح؟ أنا مرتاح مع هذا الشيخ بيتكلم كلام بريحني. الإسلام ليس عيادة نفسية ولا مستشفى نفسي، وإن كانت الطمأنينة تأتي، ولكن الطمأنينة تأتي مع العمل. بدنا سمعنا وسمعنا، مش سمعنا وسمعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا واستمتعنا، لا. طيب سمعنا وبعدين بدك سمعت وتعيها أذن واعية. أعي ماذا يقول هذا الشيخ على المنبر، ثم أستذكر. هنا الذكر. لذلك قال الله بعد هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: وذروا البيع ذلكم خير لكم. لو تعلموا، والله أحسن لكم. هنعرف بس متأخرين. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ثم قال ماذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في البداية ذكر، ثم بعد ذلك حين أذهب إلى السوق مش كأني ما سمعت هذا الكلام، أستصحبه في حياتي، في سوقي، في بيتي، في شركتي، في مدرستي إلى آخره. وإلا كنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا لا سمح الله، أو سمعنا واستمتعنا. سمعنا وسمعنا، بدنا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى أن قال: سمعنا وأطعنا غفرانك. سمعنا وأطعنا غفرانك. إذن هذه أيام عظيمة أيها الإخوة، أيام قد يفوتك من رمضان ما فاتك. استرجعها واستدرك على نفسك
في هذه الأيام. هذه أيام يا إخواني مثل التصفيات. برمضان صفينا ناس، في ناس طلعت مغفور لها، نجحت في ابتلاء رمضان وفي عبادة رمضان، صفوا تصفيات. ثم كانت التصفيات النهائية، المسابقة النهائية في آخر العام، احنا في آخر شهر من السنة، فكانت تصفيات. فهي أولا فرصة أخيرة لمن فاته رمضان، فرصة أخيرة لمن فاته ما قبل رمضان وما بعد رمضان، ثم هي فرصة للتنافس، للتصفيات النهائية لمن فازوا برمضان وغير رمضان. مسابقة عظيمة عظمها الله. هذه أيام أيها المسلمون يحبها الله، ما من أيام أحب على الله من هذه الأيام. إذن لماذا أحبها الله؟ لماذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العاطفة، عاطفة الحب؟ لأني أسارع في حب الله، أعمل أعمالا عظيمة، لأن هذه الأيام عند الله حبيبة وعظيمة، فتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وما من عمل صالح نعيشه في هذه الأيام أولى ولا أعظم ولا أحب من نصرة مذبوحين في غزة، من رعايتهم واستدراك ما هم عليه. هي من أعظم الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يجنبنا التقصير، وأن يجنبنا أن نخذل، وأن يجنبنا الاستبدال إن قصرنا. العمل الصالح مفتوح أمامك، لن تقوم بالعمل الصالح إلا إذا عظمت هذه الأيام وما جرى فيها من أحداث عظيمة. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى أصحابه وأتباعه أجمعين. واعلموا أن الله قد صلى على نبيه قديما ولم يزل، تعظيما لقدر نبيه وتشريفا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم لا إله إلا أنت العظيم الحليم. اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا نستودعك فلسطين عامة وغزة خاصة. اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والأعداء وشرور الأعداء. اللهم عليك بأعدائنا وأعدائك وأعدائهم أجمعين. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم كن مع أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد. وأنت يا أخي أقم الصلاة.